السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. أولا بقى بحب أشكركم على الكومنتات الحلوة ودعواتكم إن شاء الله باستمرارية القناة. إن شاء الله أي تعليق بيجيلي بيفرحني وببقى في منتهى السعادة. تاني حاجة بقى معلش أنا غِبت عليكم علشان كان في مشكلة عندي في التليفون والمساحة، وكنت باصلّحها بقى لي كام يوم. هنا بقى النهارده إن شاء الله أكلة بقى، أكلة العزومات والمناسبات، الجلاش إن شاء الله اللي بنعمله في أي عزومة وفي شهر رمضان الكريم، وفي أي مناسبة ربنا يا رب يعود عليكم بخير وصحة وسلامة. كان عندي بواقي أكل من امبارح بس مش كافية، وقُلنا بقى نعمل صينية جلاش ونعمل البانيه بطريقة إن شاء الله النهاردة تعجبكم. وعايزين بقى نعرف الأسرار بتاعته وإزاي بيقع الكفر بتاعه وإزاي بيبقى يسود. لا ما عندناش الكلام ده إن شاء الله في مطبخ مكة، وإن شاء الله هقول لكم على كل حاجة بالتفصيل وإحنا شغالين حبايب قلبي. متشكرة جدا جدا على التعليقات الحلوة، ده بيديني حافز إني أكمل. وربنا يعلم الواحد بيبقى عنده مصداقية إزاي هو بيقول كل حاجة. هنا حبايب قلبي كان معايا بصلتين أول حاجة، هنتبل إن شاء الله البانيه ده، خدت منهم نص بصلاية ونص معلقة سبع بهارات، 7 بهارات ونص معلقة بهارات فراخ ونص معلقة فلفل أسمر، وحطينا معلقة صغيرة ملح. ودي حبايب قلبي نص معلقة دبس رمان بتدي له مزازة حلوة جدا جدا. وحطيت معلقة صغيرة فلفل، ده كان ألوان أحمر على أخضر. دي أحلى تتبيلة إن شاء الله هتعجب حضراتكم. وإن شاء الله أنا جربت تتبيلات كتير بس هي دي أحلى وأنجح طريقة. مية البصل بتديله تسكيرة حلوة جدا. هنا بقى حبايب قلبي ما ينفعش إن احنا نخلطه بالمعلقة، لازم ندعكه كده بإيدينا. لبست الجلافز ودعكته علشان يطلع العصارة. وده كان نص كيلو بانيه كنت مقطعة الواحدة نصين علشان إن شاء الله بيبقى شكله حلو كده في التقديم. وغسلاه كويس جدا جدا في محلول النقع وشاطفينه، وتبلته بقى واسيبه حوالي ساعة عقبال ما نخلص اللي ورانا. وبعد كده نشوف طريقة القلي الصحيحة حبايب قلبي، وأحلى بانيه تاكلوه محدش إن شاء الله هيشتكي منه تاني في مطبخ مكة. سبته بقى يتبل حبايب قلبي وأحلى تتبيلة. وهنا بقى بصوا ده كان حبة بتنجال كانوا عندي وكانوا عندي خلطة، فأنا قلت أسويهم كده في الصينية عشان أقدم فيها. وإن شاء الله قلت أكمل عليهم بالجلاش والبانيه. هنا بقى حطيت بصلاية ونص، كان الصينية كنت مسيحة فيها زبدة للجلاش فحطيت فيها، كان مطرحها زبدة فحطيت بصلاية ونص. لو عندك اكتر من كده عادي، اللحمة المفرومة بتحب البصل الكتير، بس طبعا عشان كلنا عارفين بقى ان البصل اليومين دول غالي. فحطينا نص معلقة فلفل اسمر ومعلقة 7 بهارات صغيرة علشان حبايب قلبي ريحة التوابل تطلع معاكم في الاول. احلى عصاق تاكلوه ان شاء الله للجلاش. وده كان نص كيلو لحمة مفرومة كانت مجمدة، بس هي كنت مطلعاها من حوالي ساعة ففكت، بس كان لسه فيها حتت بفتفتها كده بالسباتيلا. ودول كانوا واحدة فلفل أخضر، وكان نص واحدة فلفل ألوان اللي هي الحمراء عندي. فضربتهم، أو حضرتك في الكبة أو تقطعيهم ناعم وتحطيهم بيدوا تسكيرة حلوة جدا جدا على اللحمة أول ما لونها يتغير. ودول حبايب قلبي طماطماية كبيرة كنت بشراها بالمبشرة وبنحطها، لان كلنا عارفين ان الطماطم بتدي طعم حلو جدا. وظبطنا بقى الملح بتاعها، حطيت حوالي معلقة. وان شاء الله نسيب الكلام ده كله. حطيت برضو نص معلقة دبس رمان. هو انت بتحبيه يا مامكة؟ الدبس الرمان بيدي طعم ومزازة حلو جدا جدا لأي لحوم. ونفضل نقلب فيهم لغاية ما تشرب السوائل بتاع الخضار ان شاء الله اللحمة، وتبقى معانا ناشفة كده وكده اتعصجت وما شاء الله عليها تحفة تحفة. وما بتاخدش وقت، بس بنسيبها اللي هي مجرد تشرب السوائل وتستوي معانا اللحمة شوية. ان شاء الله دي بقى كانت معانا سمنة وحبة جبنة موتزاريلا عشان نعمل احلى صينية جلاش على طول بعملها وبعتمدها، والحمد لله رب العالمين الكل بيشكر فيها. بص بقى هنا بقى كان حطيت بقى السمنة ودهنت الصينية كده. وبعد كده ان شاء الله كنت بجيب كل ورقتين، اللفة دي كانت قصيرة شوية فكنت يعني مش طويلة، فالحتت الزيادة كنا بنحطها تحت كده
بحيث إن هي ما يبقى شكلها حلو وما تكونش معاكِ تقيلة في الأكل، كل ورقتين نحط عليهم إن شاء الله السمنة، علشان إن شاء الله يطلع مع حضرتِك مورق وجميل. هنا حطينا يعني أنا باحط مرّة على اليمين ومرّة على الشمال باقفّل، علشان الحتة اللي إحنا حاطين تحتيها بواقي الجلاش ما تبقاش مع حضرتِك تخينة. هنا كمّلنا النُص، وبعد كده بُصّوا حبايب قلبي بنحط الحشوة الجبارة ما شاء الله عليها، كانت ريحتها جميلة وتحفة تحفة. مش عند حضرتك طماطم ممكن تحطي صلصة. ووزعنا الكمية إن شاء الله علشان نحط عليها ميكس الجبن بتديها طعم رهيب بقى. ونشوف إن شاء الله تسوية الجلاش الصح. الجلاش بقى ما فيش حد ما بيحبهوش، وطريقته سهلة وبينفع معانا في أي عزومات وأي مناسبات إن شاء الله. هنا بقى حطيت حبة جبنة ادوها طعم جميل جدا، وبيخلوها جوسي كده. مش عند حضرتك مش مشكلة ما تحطيش، بس هي بتدي طعم حلو كده، والمطة بتاعتها الأولاد بيفرحوا بيها، بس هم كانوا حبة عندي فقلت أحطهم إن شاء الله مع اللحمة. هنا حطينا بقى وسوينا الجبنة حبايبي، ونحاول ما نطلعهاش على الأطراف، وجبنا نفس القصة. حطينا الجلاش وتنينا الأطراف اللي هي الزيادة تحت كده، وندهن كل ورقتين بالسمنة علشان حبايب قلبي يطلع معاكي مورق زبدة أو سمنة اللي متاح عندك إن شاء الله، يكون عندك الخير كله. وأحلى صينية جلاش على طول بقى بعملها، والكل بقى بيقول لي أنت بتعملي فيها إيه يا ماما، بتطلع عسل 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 إن شاء الله. وفي وصفات تانية بالجلاش نبقى نعملها حبايب قلبي مع بعض، وفي برضك أفكار حلو وحادق إن شاء الله. ربنا بس إيه يسعفنا في الوقت، وإن شاء الله ادعوا لي باستمرارية القناة. حطينا بقى آخر طبقة أهي ودهنتها، وبعد كده إن شاء الله حبايب قلبي قبل ما ندخل الجلاش الفرن لازم نقطعه. ليه؟ عشان لو قطعتيه بعد ما طلع من معاكي من الفرن مش هينفع خالص، بيبقى استوى وبيبقى ماسك في نفسه، مش هتعرفي تقطعيه. فتقطعيه حبيبة قلبي وتظبطيه على حسب المربعات اللي انت عايزاه قبل ما ان شاء الله تدخليه الفرن. هنا بقى كنت بقطع اهو، كنت بقطعه مربعات عادية بالطول وبالعرض كده. وهنحطه حبايب قلبي 10 دقايق في الفرن، وبعد كده نطلعه من الفرن نحط له خليط التسقية بتاعته اللي بيخليه طرية، بيخليها الجلاش طرية وجوسي كده وجميلة جدا. هنا انا كنت حطيته شوية وعملت بقى عقبال ما تشمع بضاية على حبة فلفل اسمر. وهنحط حبايب قلبي هنملى المج دون حوالي خد كوباية وربع أو كوباية ونص اللي هي بتاعة المية. وهنحط بقى ونضرب الخليط ده كله لغاية ما البيض يختفي. وإن شاء الله أول ما يتشمع 10 دقايق كنت بطلعها من الفرن، وأحط عليها الخليط ده وحتة سمنة صغيرة جدا. هي فيها سمنة بس أنا حطيت يعني ربع معلقة، علشان بتديها تطعيمة حلوة وبتخلي لونها أحمر. ده أكتر من كده إحنا مش عايزين. بص أنا طلعتها من الفرن تاني بقى، حطيت عليها التسقية، وإن شاء الله حبايب قلبي نحطها بقى تكمل سواها، وأحلى صينية جلاش بقى تاكلوها في الحياة. إن شاء الله نعمل وصفات كتير الأيام الجاية، ادعولي بس الوقت إيه يكون إيه مساعد الواحد إن شاء الله. يكون عندك الخير والسعادة يا رب. هنا بقى البنات تبل حبايبي، وبعد ما تتبل احلى خلطه بقى. انا جربت حاجات كتير جدا، ودي احلى خلطه بعمل بيها البانيه. ولا الطبقه بتقع ولا بيسمر ولا اي حاجه منك ان شاء الله. اول حاجه كان معانا طبق فيه دقيق وبقسماط وبضايه بحبه فلفل اسمر. بناخد البانيه بنفضه من البصل والفلفل بعد ما تتبل، وباول حاجه حبايب قلبي نحطه في الدقيق، وبعد كده البيض، وبعد كده البقسماط. احلى بانيه واحلى اطعم بانيه. اللي بياكله عندي بيبقى مستغرب، بيبقى جميل والبصل بيديله تسكيرة. والا بقى يا جماعة استنوا بقى لما البانيه ده تاني يوم يكون عندك حتة بقى دوقي بقى. وده ان شاء الله اللي كنت بوريه لكم ده بقسماط بيتي. انا بصراحة من موضوع البانيه انا ما بحبش اجيب له بقسماط من بره، احنا بنعمله من بواقي العيش. والبقسماط بيديله طعم مختلف جدا جدا عن البقسماط اللي جاهز بره، لان انا جبته بصراحه كذا مره ولقيت في حاجات بتقرقش كده. فانا بصراحه بحب اعمله في البيت. فاول حاجه حبايبي حطينا في الدقيق، وبعد كده البيض، وبعد كده البقسماط البيتي.
هتلاقوني على طول باتكلم عنه وباشكر فيه علشان حاجة البيت طبعًا ما فيش لا يُعلى عليها، أنا باطحنه وباحط عليه شوية ملح وفلفل و7 بهارات وباحفظه في علبة في التلاجة أثناء الاستخدام باطلّعه، وبُصّوا بقى بندوس عليها بكَف إيدينا كده عشان تشرب من كل البقسماط، ودول حبايب قلبي هنسيبهم يتشمّعوا 10 دقايق في الفريزر وإن شاء الله أول ما يتشمّعوا بس 10 دقايق هنقليه. دلوقتي بقى هاورّيكم البانيه الطِعِم الجميل اللي طبقته ما بتتفكِّش ولا الشكاوي كلّها اللي بنسمعها من البانيه دي إن شاء الله هتحصل معاكِ. بُصّي أول ما ياخد اللون الأحمر بُصّوا ولا بيفُك ولا أي حاجة، بس أهم حاجة ما تقلّبيش إلا لمّا حبيبة قلبي يحمَر معاكِ، وبعد كده بنطلّعه على ورق مناديل وأحلى بانيه وأحلى جلاش تاكليه. زي ما قُلت لكم أنا كان عندي بواقي حبّة المحشي الصغيّرين دول، فما كانش هيقضّي، وإن شاء الله قُلت بقى أعمل الجلاش والبانيه أورّي الطريقة لحبايبي، عشان لو حد مش عارف يعملهم أو مش بيضبط معاه البانيه. بُصّوا البانيه بقى الحتّة بحتّتها وتحفة، تحفة، تحفة، كنت باورّيه لكم وهاقطع لكم إن شاء الله دلوقتي واحدة بُصّوا ولا بيفُك ولا الكلام ده كلّه، والجلاش تحفة، تحفة، وحبّة البتنجان واليوم اتقضّى ألف حمد وألف شكر. اتفضلوا معانا حبايب قلبي وبصوا بقى الجلاش بعد ما استوى. بصوا بقى الجلاش اللي ام مكة مشهورة بيه، يعني بصوا في انواع كتير طبعا، وزي ما قلت لكم ان شاء الله هعمل لكم حاجات حلوة كتير من الجلاش. بصوا الجبنة بقى بس كان سخن انا مش عارفة امسكه، كان ملسوع ايدي والجبنة سايحة بقى وحاجة بصوا ومورق وجميل وكل ان شاء الله الطعم الحلو والطعامة كلها إن شاء الله تشوفيه في طريقة الجلاش بتاعة أم مكة. وزينا بقى بحبة بقدونس وحطينا البتنجان، اتفضلوا معانا عندكم الخير كله. وإن شاء الله اشتركي في القناة وقولي لحبايبك يتابعوا قناة أم مكة عشان يوصلك كل جديد. وشكرا حبايب قلبي كمان مرة على الكومنتات الحلوة، وأشوفكم حبايبي في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله ورعايته.